السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا متابعين الكرام متابعي قناة أبراج اليوم للتوقعات اليومية. اليوم هنعمل برج القوس بتاريخ 19/12/2025، وهنشوف طاقتك غدا وتوقعاتك على جميع الأصعدة، على الصعيد العام والعملي والمالي والعاطفي والصحي والدراسي. ما تنسوش حبايبي اعمل لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس تشجيعا منكم ليصلك كل ما هو جديد أصحاب برج القوس. على الصعيد العام، انت يا قوس النهارده داخل اليوم بطاقة مختلفة. جواك احساس انك عايز تتحرك وتكسر الروتين وتغير حاجة مهمة في حياتك، بس في نفس الوقت في صوت داخلي بيقولك استنى شوية وفكر، لان مش كل تغيير سريع بيبقى في صالحك. فالمعادلة النهارده محتاجة توازن بين الحماس والعقل. في مواقف بسيطة ممكن تحصل لكنها تلمس عندك نقطة حساسة يا قوس، وتخليك تفكر في ناس أو قرارات من الماضي. بس الفكرة مش إنك تزعل أو تندم، الفكرة إنك تستوعب الدرس وتطلع أقوى، لأن القوس بطبيعته بيتعلم من التجربة مش من الكلام. النهاردة مهم تختار معاركك يا قوس، مش كل حاجة تستاهل رد فعل أو مواجهة. أحيانا التجاهل بيكون ذكاء، خصوصا مع الناس اللي بتحب تستفزك أو تشدك لطاقة سلبية ملهاش أي لازمة. طاقتك عالية يا قوس، لكن لو ما استخدمتهاش صح ممكن تتحول لتوتر أو عصبية. حاول تصرفها في حاجة مفيدة زي حركة أو تشتغل أو ترتب أو حتى كلام صريح مع نفسك. رسالة اليوم بتقولك يا قوس إنك ماشي في الطريق الصح، بس محتاج تهدي السرعة شوية، لأن اللي جاي محتاج منك نفس طويل واستقرار أكتر من الاندفاع. أما على الصعيد العملي، القوس النهاردة عنده فرصة إنه يثبت نفسه، بس بشرط إنه يركز في التفاصيل الصغيرة اللي دايما كان بيعديها، لأن التفاصيل دي هي اللي هتفرق بين نجاح عادي ونجاح حقيقي. لو عندك شغل كتير ومتراكم أو ضغط، حاول ما تتهورش وتخلصه بسرعة. التنظيم والتقسيم المهمات هيخليك تشتغل بهدوء وتطلع نتيجة أحسن بكتير. كمان في كلام ممكن يتقال في الشغل يضايقك أو يستفزك يا قوس، بس رد فعلك الهادي والعاقل هيخليك كسبان وهيظهر نضجك قدام الناس اللي حواليك. لو بتشتغل وسط فريق، حاول تسمع أكتر ما تتكلم يا قوس، مش عشان رأيك مش مهم، بالعكس، لكن علشان تختار اللحظة الصح اللي تقول فيها كلمتك وتبقى مؤثر. النجاح المهني النهارده يا قوس مش في القوة ولا السرعة، النجاح في إنك تبقى ذكي هادي وعارف إمتى تتحرك وإمتى تستنى. أما على الصعيد المالي، القوس محتاج يكون واعي جدا لتصرفاته، لأن عندك ميول للصرف بدافع المزاج أو التعويض، وده ممكن يريحك للحظة لكن يتعبك بعدين. لو عندك التزامات مالية، النهاردة مناسب إنك تعيد ترتيب حساباتك وتشوف إيه الضروري وإيه ممكن يتأجل من غير ما تحس بضغط. كمان في فكرة مالية ممكن تيجي في بالك يا قوس، زي مشروع أو شغل إضافي أو طريقة جديدة لإدارة فلوسك، بس خليك هادي وخليها فكرة للدراسة مش للتنفيذ السريع. كمان بلاش تدخل في التزامات مالية بسبب كلام أو وعود، خلي كل حاجة واضحة قدامك، لأنك بتحب الحرية ومش بتحب تحس إنك مقيد. الراحة المالية يا قوس ليك مرتبطة بالشعور بالأمان مش بكثرة الفلوس، وكل خطوة واعية النهاردة هتقربك من الإحساس ده. أما على الصعيد العاطفي، عاطفيا القوس النهاردة محتاج يفهم مشاعره قبل ما يطلب حد يفهمه، لأن في لخبطة بسيطة جواك بين الرغبة من القرب والرغبة في المساحة. ولو في علاقة قائمة يا قوس، الكلام الصريح الهادي هيحل مشاكل كتير، بس المهم تختار كلماتك بعناية، لأن الطرف التاني حساس أكتر مما تتخيل. ولو عازب يا قوس، ممكن تحس بانجذاب مفاجئ لشخص معين، بس حاول ما تبنيش توقعات كبيرة من أول خطوة، سيب المشاعر تمشي براحتها. كمان تجنب يا قوس القرارات العاطفية تحت ضغط أو عصبية، لأن ممكن تقول كلام تندم عليه. الهدوء هنا هيحميك ويحمي العلاقة. رسالة الحب بتقولك يا قوس النهاردة إن العلاقة الصح هي اللي هتديك أمان وحرية في نفس الوقت، وأي علاقة غير كده هتتعبك. أما على الصعيد الصحي، صحيا القوس ممكن يحس بإرهاق ناتج عن الضغط النفسي
أكتر من جسمه، وده محتاج منك توقف شوية وتسمع لجسمك. النوم عامل مهم جدا، حاول تنظم مواعيد نومك لأن السهر أو القلق بيظهروا على جسمك بسرعة يا كوس. كمان الأكل السريع أو الغير منتظم ممكن يسبب لك تعب، حاول تهتم بجسمك شوية لأنه محتاج دعم منك مش إهمال. أي نشاط خفيف زي المشي أو الحركة هتطلع الطاقة السلبية من جسمك وتخليك هادي نفسيا. لو حاسس بتوتر ابعد شوية عن الزحمة والموبايل، الهدوء النهاردة علاج حقيقي ليك يا كوس. أما على الصعيد الدراسي، الكوس محتاج يركز أكتر لأن دماغك مليانة أفكار ومشاغل، وده ممكن يشتتك لو منظمتش وقتك. كمان قسم المذاكرة على فترات قصيرة وما تضغطش نفسك بكم كبير مرة واحدة لأن الاستمرارية أهم من الكمية. كمان ابدأ بالحاجات اللي محتاجة تركيز عالي وسيب السهل للنهاية، ده هيخليك تستغل طاقتك صح. ولو في امتحان قريب ثق في اللي عملته يا قوس، القلق مش هيزود معلومة واحدة لكن الثقة هتظبط أدائك. نجاحك الدراسي يا قوس مرتبط بإيمانك النفسي، وانت عندك القدرة توصل لأي هدف لو مشيت بهدوء ونظام. ودي كانت توقعاتك النهاردة يا قوس، انتظروني مع فيديو آخر وتوقعات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.